انا مش عايزك تبدا مشروعك باعلانات، انا عايزك تبدا بتجربه. معظم الناس لما بتبدا تفكر في اي كامبين بتبدا باعلان، ولكن اللي بيفهم بالظبط هو اللي بيجرب الاول قبل اي اعلان. فلو عايز تتاكد انك فاهم البيزنس بتاعك بشكل صحيح، حدد العميل المثالي مين هو، والمثالي ده معناه انه لما يشوف المنتج بتاعك هيشتريه بنسبه 100%. تاني حاجه، حدد هدف الحمله ايه بالظبط، جذب العملاء، تحويلهم لحته تانيه، او حتى الريتنشن بتاعهم. وتالت نقطه، لازم تسال نفسك ايه هي القيمه الحقيقيه اللي انت بتقدمها. فلو مش عارف تجاوب على الحاجات دي اجابه واحده بس لكل سؤال، يبقى اي حمله هتكون عشوائيه. الخطوه الثانيه، انا عايزك تسال وما تفترض. انت مش المفروض تكون اذكى واحد بتجاوب، انت المفروض تكون اذكى واحد بتسال الاسئله. وطريقتك في انك تسال سؤال عشان اللي قصادك يجاوبه هي الافضل. تقدر تستخدم جوجل فورم او كلم الناس بشكل مانوال وقول لهم ايه اللي خلاكم تشتروا، ابعت لهم مسج على الواتساب، اتصل بيهم تليفون حتى. الخطوه الثالثه ودي مهمه، انك تختار تشانل واحده بس هي اللي تسوق عليه، ودي وجهه نظر شخصيه ومتجربه كتير جدا. مش لازم تروح على كل البلاتفورم او على كل المنصات. النمو الحقيقي بيبدا في قناه واحده وتبقى هي الاساس بتاعتك لكل حاجه. فمثلا في كتاب الهاكينج جروث بيقول ان افضل الشركات نمت بسرعه كبيره جدا لانها ركزت على تشانل واحده في البدايه. يعني لو بتشتغل ساس ركز مثلا على لينكد ان، لو بي تو سي جرب تيك توك او انستجرام. ولكن نصيحه بجد، ما تجربش كل حاجه في نفس الوقت، لان مثلا لو اخترت تيك توك ده هيخليك تمنتج وتصور من جوه البرنامج، وده بالتالي هيساعد ويضاعف كمان المشاهدات بتاعتك، ودي ريكومنديشن اصلا من تيك توك نفسها. الخطوه الرابعه، انا عاوزك تستخدم الام في بي للكامبين بتاعتك، يعني تعمل اعلان او لاندنج بيج او ايميل كامبين وتبدا تراقب النتائج بتاعتك، الناس عاجبها الوضع ولا لا. وهنا بقى التكتيك المستخدم اسمه بيلد ميشن ليرن، وكررهم تاني. الخطوه الخامسه، عايزك تقيس ايه بقى، اعمل جدول صغير كده وقول فيه كام واحد سجل معانا وكام واحد اشترى وكام واحد رجع تاني. عايزك تكتب كل اللي بتجربه، والجروس ماركتنج الحقيقي هو علم مجرد حظوظ وخلاص. فكل فرضيه وكل تجربه وكل نتيجه مبنيه على الحاجات اللي قبليها، عايزك تدونها بشكل كويس. ما تنساش تعمل سيف للفيديو ده وتسالنا على الكورسز بتاعتنا المجانيه، وشاهد فهيم وهو يحاول.